سلام دائما في اطار الوصفات السريعه ديال الخبز اللي قدمت لكم حضرته معكم الام ديالي بطرق مختلفه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هذه الخبزه الرائعه في الفرن، هذه المره ماشي في المقلاة، بمكونين فقط، وايضا بدون دقيق بدون لاكتوز. كتجي رائعه، صحيه في نفس الوقت، وكتليق ايضا اللي متبعين حميه ديال الكيتو دايت. الا بغيتوا تعرفوا المكونات وطريقه التحضير بقاو معايا لنهايه الفيديو، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. إذا على بركة الله، بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو نصف ملعقة صغيرة من ملح الهيمالايا، ملعقة كبيرة من عسل النحل، ملعقة كبيرة من الخل، بيضتان، وأربع ملاعق كبار من الطحينة. بالنسبة لي للطحينة فسبق لي حضرتها معكم فيديو سابق، غادي نخلي لكم الطريقة ديالو في صندوق الوصف اللي بغى يشاهد الفيديو. فهي عبارة فقط عن زنجلان مع الزيت وكتولي عندكم هكا طحينة، ولكن غادي نخلي لكم المقادير مضبوطة أسفل الفيديو. وعندنا ايضا ملعقه صغيره من بيكربونات الصوديوم. كناخذ واحد الوعاء كنفرغوا فيه البيضتان، كنضيفوا ليه الملح، وايضا كنضيفوا ملعقه كبيره من العسل. كنخلطوا المكونات جيدا تنحصلوا على خليط هكا مهوي فيه الفقاعات، ضروري من هذه المرحله هذه. وكنضيفوا 4 المعالق كبار من الطحينه، بيكربونات الصوديوم اللي كنفعلوها بالقليل من الخل الابيض. وصافي كنخفقوا المكونات جيدا تينجانسوا مع بعض، ونحصلوا على هذا الخليط كيف ما كتلاحظوا معايا. بعد ذلك انايا غادي نديرها في هذه الانيه ديال الفخار او الطين اللي فرشتها بالبابي كويسون، وغادي ندخلها لفرن اللي هو بارد، ما سخنتوش مسبقا، درجه حراره 180. خدات ليا تقريبا واحد 25 دقيقه. دائما الخبزه ديالنا قبل ما ندخلوها نرشوها بالقليل من الحبوب، كيعطيوها ايضا كيزيدوا ليها واحد النكهه اللي هي رائعه. او تقدروا تخليوها كيف ما هي، كما قلت لكم فرن اللي هو بارد، وتخليوها طيب على خاطرها. مجرد ما كتنضج معكم فكتخليو الخبزه ديالكم 10 دقائق في الفرن، يعني ما كتخرجوهاش مباشره باش هكا ما تفش معكم وتبقى محافظه على الارتفاع ديالها. كيف ما كتلاحظوا معنا، ها هي الخبزه خرجناها من الفرن، غادي نخليها حتى غادي تدفى شويه وغادي نقدمها معكم. غادي نقطعها من الداخل، وصدقوني اللي كلا هاد الخبزه هذه ما غاديش يعرف المكونات ديالها لانها كتجي اكثر من رائعه. انا الاب ديالي هكا حماق عليها، راه ما صدقش يعني بانها في جوج مكونات فقط، لانها راه جات يعني مفشفشه من الداخل كيف ما غادي تشاهدوا. وفي نفس الوقت كتحسوا بها بحال خبزه عاديه ما فيها لا بيض لا حتى حاجه. اكيد الطريقه ديال الطحينه غادي تسولوني دائما، فقلت لكم غادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو باش تحضروها في البيوت ديالكم. يعني كتحضروا كميه اللي غادي تحتاجوا، راه ما كتخسر ما والو، كتحتفظوا بها في الثلاجه الى حين الحاجه. فاش تبغيو ديروا هكا خبيزه ولا شي وصفه بالطحينه فكتلقاوها موجوده. شوفوا معايا الخبزه فاش حليتها من الداخل كيفاش كتجي، ما معجنه ما والو، في نفس الوقت كتجي رطبه بزاف، صحيه ومقويه. لاننا كيف ما كنعرفوا السمسم او الزنجلان غني بالكالسيوم وكيقينا من الامساك، كيعالج لنا المشاكل ديال الجهاز الهضمي، وكيعزز لنا المناعه، وكيقينا ايضا من هشاشه العظام. بالنسبه للناس هكا اللي كيدخلوه في الوصفات ديالهم فهو مفيد بزاف بزاف ليكم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. تلاقاو دائما في وصفات ايضا اللي هي سريعه وفي نفس الوقت مغذيه وكتختصروا بها الوقت، وفي نفس الوقت بدون جلوتين. الى اللقاء.